احمد زاهر نزل صور ليه من كواليس شغله في مسلسل سيد الناس اللي عمله السنه دي في رمضان وكسر الدنيا بصراحه ونجح فيه نجاح كبير جدا. فنزل الصور اللي بتجمعه بمحمد سامي في كواليس المسلسل، وقال ان هو يعني شايفه ان هو صديق مقرب جدا ليه وان هو بيحبه قوي. بغض النظر عن ان هو مخرج ناجح وهو بيشتغل معاه وبيبقى بينجح معاه في المسلسلات والاعمال اللي بيعملها معاه، لكن برضه هو صديق يعني مقرب قوي ليه وبيحبه جدا. يمكن المسلسلات دايما اللي بيعملها احمد زاهر مع محمد سامي بتبقى فعلا مسلسلات ناجحة، لان محمد سامي بيعرف يطلع منه يعني افضل ما عنده، بيعرف يطلع منه فعلا. بيبرز موهبته اللي موجودة اوريدي. فدي من الحاجات اللي دايما الناس بتحب تشوفهم هما الاتنين مع بعض في عمل واحد، لاني عارفين ان احمد زاهر هيطلع بشكل مختلف وفعلا هيطلع يعني بحاجة فعلا تعجب الجمهور. آه، وده اللي حصل السنة دي برضه في مسلسل سيد الناس اللي عمله محمد سامي. خلى فعلا أحمد زاهر طلع بشكل مختلف جدا. ويمكن أحمد زاهر نزل بوست بقى بيتكلم فيه إنه مش بس محمد سامي مخرج شاطر وبيعرف يطلع أفضل ما عنده في الشغل، وبيعرف يخليه هو نفسه أحمد زاهر ممثل يعني موهوب، أو بيعرف يطلع أفضل ما عنده، أو بيعرف يبرز موهبته كويس قوي. لا كمان هو صديق على المستوى الشخصي مقرب جدا. فعشان كده كتب البوست اللي احنا نقراه مع بعض دلوقتي. قال له ايه؟ قال له: اخويا وصاحبي وحبيبي وصديق عمري المخرج الكبير محمد سامي، شكرا من قلبي على تعبك ومجهودك. اخويا وصاحبي وحبيبي وصديق عمري المخرج الكبير محمد سامي، شكرا من قلبي على تعبك ومجهودك اللي يمكن كتير مش عارفين هو قد ايه عشان يطلع مسلسل سيد الناس بالشكل ده. شكرا على اختيارك ليا في فاروق الجباس، شكرا على كل حاجة. انت مخرج رائع وعبقري وموهبة استثنائية. ده البوست اللي هو كتبه احمد زاهر لمحمد سامي بيشكره فيه عن قد ايه ان هو يعني شايف ان هو تعب معاهم جدا في مسلسل سيد الناس، وعشان خاطر يطلع المسلسل بالنجاح والناس حبته قوي بالشكل ده. وكمان بيقول ان هو قد ايه ان هو مش بس صديقه يعني على المستوى الشغل، لا كمان هو حد قريب جدا جدا ليه. ودايما حتى في المناسبات هتلاقي دايما المناسبات الخاصة بأحمد زاهر هتلاقي لازم محمد سامي موجود وزوجته حاضرين، والعكس برضو المناسبات الخاصة بمحمد سامي وزوجته هتلاقي دايما لازم عيلة أحمد زاهر حاضرة. ويمكن ده برضو لاحظناه أكتر في فرح ليلى. كان موجود هو وزوجته، كانوا فرحانين جدا لان هما يعني قريبين جدا جدا من العيله دي على المستوى الشخصي. وبرده كمان لما عملت معاه ملك مسلسل سيد الناس، اتكلم عنها بشكل كويس قوي وقال ان انا يعني كنت فرحان موهبتها وكنت فرحان ان انا يعني بحاول اطلع افضل ما فيها. وقال ان هي ممثله شاطره جدا. وبرده ملك قالت ان انا يعني على قد ما انا كنت خايفه من العمل، على قد برده محمد سامي عشان خاطر يعني ليه معرفة بينا شخصية، فده خلاني يعني برضو مش قلقانة قوي من الشغل معاهم. وكمان عشان خاطر أحمد زاهر معايا في المسلسل بابايا يعني، فده برضو كان مطمني شوية. فده اللي يعني كان ليه علاقة بيه، أو ده الكلام اللي قاله أحمد زاهر عن محمد سامي وقد